كتير من الأمهات بيشتكوا إن البيبي بيرجع بعد كل رضعة. طيب هل ده طبيعي ولا لازم أروح للدكتور؟ أنا دكتور يوسف، استشاري طب الأطفال، وفي الحلقة دي هنتكلم عن الفرق بين الترجيع الطبيعي والارتجاع المرضي، وإزاي كأم تعرفي إن الأمور تحت السيطرة أو إننا محتاجين نقلق ونتصرف. مبدئيا ايه هو الترجيع الطبيعي عند الاطفال الرضع؟ في اول شهور العمر بيبقى جهاز الهضم عند البيبي لسه مش مكتمل، يعني الاجزاء بتاعته كامله ولكن وظائفه لسه مش كلها جاهزه، وده بيخلي الترجيع حاجه شائعه جدا. احيانا بنسميه القشط بعد الرضاعه، وده بيكون طبيعي جدا في الحالات اللي هقول لكم عليها دي. لو الطفل بيرضع بسرعه، لو الطفل بيبلع هواء اثناء الرضاعه، او لو بنحرك الطفل كتير بعد الرضعه. طب ازاي يا دكتور اعرف انه طبيعي؟ بصي على العلامات اللي هقولك عليها دلوقتي. لو ابنك بيزيد في الوزن كويس، لو ما عندوش بكاء شديد او يبدو ان عليه الم بعد الرضاعه، لو بيتحرك وبينام بشكل طبيعي، لو كميه الترجيع صغيره وبنفس لون الحليب، لو بتعرفي تجشئيه بسهوله، ولو مع الوقت تدريجيا الترجيع بيبتدي يقل لحد الشهر السادس لما يبتدي يقل بشكل ملحوظ. ليه بقى بيقل بعد الشهر السادس؟ واشمعنى الشهر السادس بالذات؟ لان غالبا لو الطفل بيتطور بشكل طبيعي عند سن 6 شهور الطفل بيبتدي يقعد، وده بيقلل الضغط على المعده بدل ما هو نايم طول الوقت. في السن ده في الاغلب بنبتدي ندخل اكل صلب للطفل، فبيبقى فيه وزن اكتر في المعده. صمام المعده نفسه اللي بيفصل بينها وبين المريء بيبدا يقفل بشكل افضل مع النمو. كل الحاجات دي بتخلي الترجيع الطبيعي يبتدي يقل بشكل ملحوظ. طيب امتى بقى ابتدي اقلق؟ لو لاحظت حاجات مش مريحه كده يبقى ممكن ابتدينا ندخل في منطقه الارتجاع المرضي. تعالوا مع بعض نشوف العلامات دي. لو الترجيع كبير جدا وبيحصل بعد كل رضعه، لو الطفل مش بيزيد في الوزن او حتى في بعض الاطفال بيخس، لو الطفل بيعيط جامد جدا بعد كل رضعه كأن في الم في المعده او في المريء، لو نومه قليل وملخبط ودايما شكله مش مرتاح، لو بيرجع حاجات لونها اصفر او اخضر او ريحتها وحشه، لو بيكح او يشرق كتير بعد الرضاعه، او لو اكبر شويه بعد الاكل، وده علامه مهمه. وفي بعض الحالات النادرة لو ابتدى الطفل يرفض الرضاعة نهائيا. كل العلامات دي معناها انك لازم تروحي للدكتور فورا. طيب يا دكتور انا الحمد لله بنتي او ابني ما عندهمش العلامات دي، ازاي اتعامل بقى مع الترجيع الطبيعي في البيت؟ لو الترجيع الطبيعي في حاجات بسيطة ممكن نعملها في البيت وبتساعد جدا، زي اثناء الرضاعة خلي راس الطفل مرفوع عن جسمه. بعد الرضاعة شيليه على كتفك بشكل رأسي كده كأنه واقف، وتطبطبي على ظهره لحد ما يتجشأ. ما تنيميهوش فورا بعد الرضعة، استني من 20 ل 30 دقيقة قبل ما تعملي كده. ولو تقدري حاولي تقسمي الرضعة من رضعة كبيرة لرضعات أصغر وأكتر. ولو بترضعي صناعي اسألي الدكتور عن نوع لبن مناسب. في أنواع ألبان بتقلل الترجيع، وفي أنواع ألبان مخصوصة لمعدة الطفل الحساسة. كل الخطوات دي هدفها إنها تساعد على تقليل دخول الهواء للمعدة أثناء الرضاعة وتقلل الضغط على معدة الطفل. طب يا دكتور انا محتاجه ادي ابني او بنتي اي ادويه عشان موضوع الترجيع ده؟ خليني اقول لك ان في اغلب الحالات الترجيع الطبيعي مش بيحتاج ادويه خالص، بس في بعض الحالات اللي فيها ارتجاع مرضي واضح الدكتور ممكن يحتاج يكتب ادويه. في انواع مختلفه ممكن تستخدم، ولكن ما ينفعش نستخدم اي حاجه منها دون استشارة الطبيب، زي أدوية معينة مثلا بتقلل الحموضة داخل المعدة، أو أدوية بتنظم حركة المعدة، وأحيانا ألبان صناعية علاجية مخصوصة للارتجاع بتكون سميكة أكتر علشان تقلل الترجيع. ولكن تاني مهم جدا ما تستخدميش أي دواء من نفسك، لأن أصلا الأدوية دي مش آمنة لكل الأعمار، والدكتور بس هو اللي يقدر يحدد الحاجة للدواء والجرعة والمدة اللي هنستخدمها فيها. الترجيع عند الرضع ممكن يكون طبيعي وممكن يكون علامة محتاجة تدخل. السر انك تتابعي ابنك كويس وتلاحظي العلامات اللي قلنا عليها، وتسألي الدكتور فورا لو حسيتي ان الموضوع مش بيخف او بيسبب اذى للطفل. ولو الحلقة دي فادتك شاركيها مع كل ام جديدة محتاجة تطمن، واكتبوا لي في الكومنتات ايه اللي بيحصل مع ابنكم او بنتكم وقت الرضاعة، وايه اكتر حاجة حسيتي انها بتريح الترجيع معاه، وانا هجاوب عليكم بنفسي واقابلكم في الحلقات اللي جايه. انا دكتور يوسف ودي قناه دكتور كيدز. اشوفكم على خير.